السلام عليكم. كنتمنى كلكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في قضية جديدة. هاد القضية كتعلق بالثقة الزايدة في الصحاب والصحابات ولفين كتوصل. شانكويلا روبنسون تزادت في شارلوت بكارولينا الشمالية نهار 9 يناير 1997. والديها هما سالاموندرا روبنسون وبرنار روبنسون. عائلتها كتعيط ليها بكويلا، كانت بنت ظريفة بزاف وسخية وديما كتعاون اللي احتاجها. كبرات في دارهم وهي فرحانة. ملي سالات قرايتها في الليسي ديال ويست شارلوت مشات لجامعة وينستون ساليم، وتما تعرفات على كاليل كوك اللي ولا أحسن صديق عندها. ولاو قراب من بعضياتهم بزاف وديما خارجين بجوج بيهم. تعرف على والديها وختها وولا مرة كياكل عندهم في الدار، وحتى أنه سافر معاهم شحال من مرة. ملي تخرجت شانكويلا من الكلية وبحكم حبها للموضة وتصفيف الشعر حلت صالون خاص بها، وفي 2020 دارت متجر عبر الانترنت كتبيع فيه الملابس النسائية. شانكويلا كانت نشيطة بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعزيز عليها تخرج وتلاقى مع صحاباتها وكتبغي تسافر لبلايص زوينين. وبما أنها ولات سيدة أعمال كانت كتقدر تحقق رغباتها في السفر فين ما بغات. وفاش كاليل عرض عليها باش يمشيو في نهاية الأسبوع هي وصحابهم باش يحتفلوا بعيد ميلاد واحد منهم، وافقات بكل فرح. هاد العرضة غادا تكون في سان خوسيه دال كابو في المكسيك. سان خوسيه دال كابو كتجلب حتى 3 المليون ديال السياح، وهي وحدة من الأماكن المفضلة للشباب الأمريكي. المهم، هاد المجموعة ديال الأصدقاء اللي كتكون من مالك داير وآليس آيات وديجاني جاكسون ووينتر دونوفان وشانكويلا وكاليل غيمشيو كاملين باش يحتفلوا بعيد ميلاد نازير ويغنيس. كراو فيلا راقية وكبيرة فيها 5 ديال البيوت و5 ديال الحمامات، وفيها بيسين كيطل على البحر. هاد الفيلا سميتها ليندا 32، كتقام لليلة الوحدة $1300، يعني ما يقارب 13,000 درهم، وغادي يكون فيها طباخ. نهار الجمعة 28 أكتوبر الأصدقاء كلهم خداو الطيارة للمكسيك إلا نازير ما تبعهم حتى الغد ليه. المجموعة وصلت لسان خوسيه دال كابو، وملي دخلوا الفيلا سناو كلهم على عقد الكرة. وحيت شانكويلا هي اللي كانت مرتاحة ماديا هي اللي خلصات الزيادة، لا حقهاش قرروا باش يجلسوا من نهار 28 حتى لنهار 31 أكتوبر. كانت شانكويلا فرحانة حيت هي وسط صحابها. حطات ستوريات على مواقع التواصل الاجتماعي كتبين فيهم جمالية المكان اللي هما فيه. وفي العشية عيطات على أمها وقالت ليها باللي راها وصلت على خير، وبالله غيجي عندهم طباخ في العشية وغيقاد لهم ساندويتشات ديال تاكوس للعشاء. وقالت ليها باللي هي فرحانة بهاد الرحلة ومرتاحة. سالاو هدرتهم وقالت لأمها بالسلامة حتى الغدا ونعيط لك. ولكن سالاموندرا ما كانتش عارفة باللي هادي هي آخر مرة غدا تسمع فيها صوت بنتها. الغد ليه ماشي شانكويلا اللي عيطات، ولكن كاليل هو اللي عيط على سالاموندرا وقال لها باللي شانكويلا مريضة وراها تقيات شحال من مرة. الأم ظنات باللي بنتها شربات بزاف البارح أو لا كلات شي حاجة اللي ضراتها، داكشي علاش ما تقلقاتش بزاف. وزيادة على هادشي كانت تايقة في كاليل ومتأكدة باللي راه بنتها مع أعز أصدقائها أكيد غادي يدير المستحيل باش تبرى. شكراتو وقالت ليه يبقى يطمنها على بنتها ويقول شانكويلا تعيط ليها ملي تفيق. داز الوقت وعاود صونا ليها كاليل، ولكن الأخبار ما كانتش زوينة. قال لها باللي 3 ديال سيارات الإسعاف كاينين في الفيلا والمسعفين كيحاولوا باش ينعشوا بنتها شانكويلا. الأم تصدمات، كيفاش غير شوية هذا؟ الحالة ديال بنتها ما كانتش خطيرة،
اشنو اللي جرى ليها حتى وصلت لحالة الخطر؟ قال ليها بلي شانكويلا شربات بزاف البارح وجاها تسمم من الكحول. بقات كتسول فيه وهو يديرها على وضع الانتظار. الأم كانت متأكدة أن كاليل غادي يدير اللي في جهده باش ينقذ شانكويلا. من بعد رجع وقال ليها بلي الأطباء ما قدروش يعتقوها والبنت ماتت. الأم تصدمات، كيفاش بنتها اللي يلا عندها 25 عام تموت بتسمم من الكحول وفي أقل من 24 ساعة من وصولها للمكسيك. ملي ماتت البنت الأصدقاء ديالها شدوا الطيارة ورجعوا للميريكان. وكاليل ملي وصل مشى لعند والدين شانكويلا باش يعزيهم ويوقف معاهم، وعاود قال ليهم باللي بنتهم ماتت بسبب التسمم من الكحول. والدين شانكويلا كانوا محطمين ومقهورين على بنتهم وما شكوش في داكشي اللي قال ليهم كاليل، حيت هما عارفينه وكيتيقوا فيه. وكان خاصهم يديروا الإجراءات في القنصلية باش يسترجعوا جثمان بنتهم من المكسيك. هما عارفين باللي تقرير البوليس كيقول باللي الموت جا نتيجة شرب بزاف ديال الشراب، ولكن كان خاصهم يتسناو نتيجة التشريح ديال الجثة. الأيام اللي دازت من بعد كاليل كيجي كل يوم لعند والدين الصديقة ديالو اللي ماتت، وفين ما كتجي الهضرة عليها كيبقى يقول ويعاود على الكمية الكبيرة ديال الشراب اللي شربات. والدين البنت عارفين بأن بنتهم عزيز عليها دير الحفلات، ولكن عمرهم ما اعتقدوا أنها غدا توصل لهاد المصيبة. غادي الناس يبداو يقولوا بأن شانكويلا تعرضت للضرب في المكسيك، وهاد الشي غادي يسمعوه والديها اللي غيسولوا كاليل على أشنو اللي وقع لبنتهم. كاليل جا وجاب معاه وينتر وديجاني، وكلهم هضروا على شرب الكحول والتسمم، وقالوا باللي ناضت مضاربة بيناتهم. والشي اللي لاحظوه والدين شانكويلا أن الأصدقاء بثلاثة كيتناقضوا في هضرتهم مع بعضياتهم في بزاف ديال التفاصيل، بالإضافة لكاليل اللي ولا عصبي بزاف وماشي كيف ما كان. سالاموندرا وبرنار بدا كيدخلهم الشك وبداو كيتسائلوا علاش أصحاب بنتهم كيدخلوا ويخرجوا في الهضرة، وعلاش كاليل ولا متوتر. إذن خازن عليهم شي حاجة، ولاو كيتسناو في تقرير التشريح ديال الجثة بفارغ الصبر. وأخيرا غادي يوصل التقرير نهار 10 نوفمبر، وهنا غادا تكون الصدمة الكبيرة. التقرير كيقول باللي البنت فيها بزاف ديال الكدمات وعندها كسر في الرقبة تسبب ليها في إصابة خطيرة في الحبل الشوكي، وعندها كسر في فقرة الأطلس أو الأطلسية أو لا كيف ما كتسمى الفقرة الحاملة، وهي أول فقرة في العنق اللي كتبع الرأس وهي اللي أدت للموت. يعني أن شانكويلا بقاو كيضربوا فيها حتى ماتت. ولكن الواعرة التقرير كيقول باللي الدم ديالها ما فيهش آثار الكحول، يعني الأصدقاء كيكذبوا، وأن شانكويلا ماتت بعد 15 دقيقة من الضربة المميتة اللي خدات. والدين شانكويلا كانوا مصدومين من هادشي اللي جا في التقرير، وعرفوا باللي كاع داكشي اللي كانوا كيقول ليهم كاليل غير كذوب، وبداو كيتساءلوا واش بنتهم كانت مازال حية ملي عيط كاليل في التليفون على امها، أو لا حتى هادي كذبة. ومن نهار جا التقرير ديال التشريح ديال الجثة كاليل ما بقاش كيبان وما بقاش كيجاوب على التليفون، وبدا واحد الفيديو كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي كتبان فيه شانكويلا وواحد البنت في بيت، وهاديك البنت كتضرب شانكويلا بالجهد الوجه والراس، وشانكويلا ما كتدافعش على راسها. شوية وهي تطيح على الأرض ونقزات عليها البنت وبقات كتضرب فيها عاوتاني، وهادشي كله كيتفرج فيه شحال من واحد، وحتى واحد ما تدخل باش يدافع على شانكويلا. بالعكس كانوا كيشجعوا في هاديك اللي كتضرب فيها باش تكمل. وكيتسمع صوت الراجل اللي شاد التليفون كيصور، قال كويلا على الأقل ديري بحالها، ردي عليها حتى انتي. بصراحة الفيديو كيدور في الخاطر، كلهم كيتفرجوا وحتى شي واحد ما دافع عليها،
ومن فوق هذا كيقول ليها واحد منهم: شانكويلا، ردي حتى انتي عليها. جاوبات وقالت ليه: لا. الفيديو كيبين كمية الحقد والغل اللي هازينو هاد الاشخاص لشانكويلا. وقيلا هادو كانوا كيغيروا منها بزاف، وهادشي اللي خلاهم يبقاو يصوروا بلا ما تتحرك فيهم الشعره، حتى واحد ما تدخل باش ينهي هاديك المضاربه. كلهم كانوا كيتفرجوا وكيشجعوا في هاديك اللي كتضرب. هذا الفيديو دار ضجة كبيرة بين الناس، خاصة وأن الأم قدرت تتعرف على الشخصيات الرئيسية اللي في الفيديو. قالت بأن اللي كانت كتضرب في بنتها هي ديجاني، واللي كان كيفيلمي هو كاليل، اللي كان كيضل عندهم في الدار وكياكل معاهم على طابلة وحدة. من بعد التداول ديال هذا الفيديو، والدين شانكويلا اتصلوا بالسلطات المكسيكية وحاولوا يقنعوهم بأن الموت ديال بنتهم خاصو المزيد من التحقيق المعمق. جاوبتهم السلطات المكسيكية بأنه في نظرهم ما كاين حتى شي دليل واضح على أن هذا فعل جرمي. وهو يخرج الأب ديال شانكويلا في جريدة إلكترونية وقال بأنهم مصدومين من هادو اللي كانوا كيتسماو صحاب بنتهم، كانوا كيتفرجوا فيها وهي كتضرب. وقال هادي ماشي مضاربة، هذا راه اعتداء على بنتهم، لحقاش بنته ماشي من النوع اللي كيتضارب وعمرها ما تضاربات في حياتها، وهذا الشيء اللي وقع كانوا مخطين ليه صحابها. وفعلا كيبان في الفيديو بأن البنت ما كانتش كترد الضربات وما دافعتش على راسها. وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي هاد القضية ولات معروفة. الهاشتاج ديال العدالة لشانكويلا اطلع توندونس في الفيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك، وولات كاع الأسماء ديال الأصدقاء معروفة ومكشوفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أنهم كلهم قفلوا تليفوناتهم ومسحوا سمياتهم من المواقع. وفي هذه المواقع بعض المصادر كتقول أن ديجاني هي في الأصل متحول جنسي. بعد ما تفرشات هذه القضية، ديجاني سافرات وتخبات في مدينة أخرى، وكاع الأنظار غدا تتجه جهة التقرير ديال البوليس المكسيكي اللي قال بأن الموت جاء نتيجة تسمم كحولي. كيفاش خلاو الأصدقاء ديال شانكويلا يرجعوا بهذه السرعة للميريكان؟ وبفضل هذه الضجة الكبيرة اللي دارت القضية ديال شانكويلا، المكتب ديال FBI في شارلوت افتح تحقيق في هذه النازلة. أما بخصوص الوالدين ديالها، استمروا في قضيتهم باش المسؤولين على الموت ديال بنتهم ياخدوا الجزاء ديالهم. وانتشرت أخبار من شي حد قريب من العائلة قال باللي كاين فيديو آخر ما خرجش للعلن، كتبان فيه وحدة يمكن تكون وينتر شادة في شانكويلا من عنقها من بعد ما تهجمات عليها ديجاني وضرباتها مع الأرض. ومن بعد هاد الضربة شانكويلا ما بقاتش تحركات. ومن بعد كاع هاد الأحداث، نازير وينغز اللي كان عنده عيد ميلاد واللي وصل غد ليه عندهم المكسيك خرج بفيديو على الانستغرام قال باللي ما وصل لمطار المكسيك حتى الغد ليه، وعيط على صحابه مع 2:16 دقيقة باش يعطيوه العنوان ديال الفيلا. صحابه قالوا ليه بأن شانكويلا راها عيانة. أكد في الفيديو أنه ما عارف حتى شي حاجة على المضاربة، وجاب الكتاب المقدس اللي كيآمن به باش يأكد بأنه ما كيكذبش، وقال بأنه ما وصلش عندهم إلا من بعد ساعة لحقاش كان الزحام في الطريق. ومن اللي وصل مشى ديريكت عند شانكويلا اللي كانت مازال حية. الوقت اللي التقرير المكسيكي أكد بأنها ماتت مع الثلاثة. نازير قال بأن الطبيب جاء وأعطاها محلول، وهذيك الساعة كانت ناعسة على كنبة في قاعة الألعاب. الشهادة ديالو جات معارضة لتقرير التشريح والبوليس المكسيكي. بهذا الفيديو اللي دار كيحاول يحيد عليه المسؤولية، وبفضل التغطية الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط ديال مكتب التحقيقات الفيدرالي، السلطات المكسيكية غدا دير تقرير آخر كيتعارض تماما مع الأول.
غادة تشرح فيه الأحداث والوقائع اللي جرات هذاك النهار ديال الجريمة. في التقرير الأول المسعفين وصلوا مع الثلاثة نهار 29 أكتوبر، وشانكويلا ماتت بعد 15 دقيقة. أما التقرير الثاني قال بأنه نهار 29 أكتوبر ومع 2:13 دقيقة وينتر طلبات المساعدة الطبية لشانكويلا. ما معروفش واش هي اللي طلبات المساعدة أو لا شي واحد آخر. المهم المكالمة كانت من تليفونها. خدمات الطوارئ رسلت طبيب للفيلا. ملي وصل لقى شانكويلا ناعسة على كنبة في الصالون، وصحابها قالوا بأنها شربات بزاف ديال الشراب وهي تولي هكا. ملي فحصها لقى المؤشرات الحيوية مستقرة، ولكن شانكويلا كتعاني من الجفاف ديال الجسم وما قادراش تهدر. حساب ليه غير راها سكرانة، وقال للأصدقاء ديالها ضروري ما تمشي للسبيطار، ولكن هما رفضوا بشكل قاطع وقالوا بأنهم هما غادي يهتموا بها لروسهم. عطاها الطبيب حقنة، ومع 24 دقيقة بدات شانكويلا كتشنج. وفي هذا الوقت وينتر غادا تتصل برقم الطوارئ باش تطلب المساعدة. لحقاش شانكويلا بانت عليها علامات التعب الشديد وبدات كتواجه صعوبات في التنفس. الطبيب دار داكشي اللي قدر عليه، ولكن ما كانتش كتستاجب. بدا كيدير ليها مساج للقلب بمساعدة واحد من صحابها، ووصلات المساعدة وبداو كيديروا ليها مساج للقلب وحقنوها ب5 ديال الجرعات ديال الأدرينالين، وداروا ليها 6 ديال الصدمات الكهربائية، ولكن بدون فائدة. ومع 57 دقيقة ماتت، وقالوا ماتت بسكتة قلبية. المسعفين خداو الجثة ديال شانكويلا من هنا، وصحابها أولا اللي كيتسماو صحابها وجدوا حوايجهم ورجعوا في حالهم من هنا. حتى شي واحد من صحابها ما مشى مع سيارة الإسعاف اللي داتها. كلهم رجعوا للميريكان بسرعة، يعني يمكن كانوا باغين يخبيو شي حاجة. ونهار 17 نوفمبر وصل الجثمان ديال شانكويلا للميريكان ودفنات. الوالدين ديال شانكويلا ما استسلموش وبقاو مصرين باش ياخدوا حق بنتهم. ومع الضجة الكبيرة ديال هاد القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بزاف ديال الناس تأثروا بهاد المأساة وحاولوا يعاونوا الأهل ديال شانكويلا باش يربحوا قضيتهم، بحال لاعب كرة السلة إيرفين اللي تبرع $65,000. وآخر الأخبار كتقول بأنهم وصلوا لأكثر من $370,000. أما بخصوص الطبيب اللي تدخل هو والبوليس نهار الواقعة، بزاف ديال الأخبار كتقول باللي راهم في التحقيق. بزاف ديال الناس كيقولوا بأنهم خداو $17,000 نقدا من صحابها، وهاد الفلوس كانوا ديال شانكويلا، كانوا مع حوايجها. عطاوهم البوليس باش يغمضوا عينيهم ويخليوهم يرجعوا دغيا للميريكان، وباش يديروا تقرير بحال داكشي اللي كانوا كيقولوا فيه صحاب شانكويلا، يجي متطابق بحال الهضره اللي كانوا كيقولوا في الاول. وهذا كيفسر علاش التقرير ديال البوليس وتقرير التشريح ما كانوش بحال. وملي ضغط مكتب التحقيقات الفيدرالي على الشرطة المكسيكية نهار 23 نوفمبر، النيابة العامة المكسيكية صدرت مذكرة توقيف ضد الجنات، ولكن ما قالتش شكون بالضبط. وعلمات الانتربول، وبدات كتروج بعض الأخبار بأن ديجا شدوها البوليس وسلموها للسلطات المكسيكية، ولكن كتبقى أخبار غير مؤكدة. هاد القضية مازال ما تسداتش، والتحقيقات مازال مستمرة فيها، وفيها بزاف ديال الغموض، وما معروفش بالضبط اشنو اللي واقع. كاين اللي كيقول حيت الجريمة وقعات في واحدة من الفيلات اللي كيملكها شي واحد واصل في البلاد، داكشي علاش كاينه بزاف ديال العراقيل في هاد القضية. أما دابا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تكتبوا في التعاليق على آرائكم في هاد القضية، وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في قضية جديدة.